مع دخول شهر رمضان المبارك بنسترجع ذكريات جميلة وبنعيشها من جديد في كل شهر رمضان، واللي بتجمع بين الروحانيات والعادات، واللي منها صوم، صلاة، زكاة، قرآن، ولمة العيلة والعزومات والخروجات وكل الحاجات الجميلة دي. انت عارف كويس قيمة الشهر ده، وإن هو ممكن يكون شهر التحول ليك، وده مش ممكن، ده أكيد. الشهر ده بالذات لو استغلته صح هيكون فارق ليك في اللي جاي كله. في الفيديو ده هنعمل تذكرة عن جمال الشهر ده، وقد إيه أنت تقدر تخرج منه بأحسن حاجات ممكن تكون أنت أول مرة تعرفها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفيديو ده كان المفروض ينزل لك في أول يوم رمضان أو قبل رمضان بيوم، وده كله لظروف فردية. أنا كان عندي برد، بس كله خير، يعني أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. والفيديو ده هيكون تذكرة لنفسي قبل ما يكون ليك، لأن أنا هخليه مرجع ليا أسترجع بيه الحاجات الجميلة اللي في الشهر المبارك. العادات الذرية، خلينا الأول نفهم يعني إيه عادة، أو بالأصح إيه هي العادات الذرية. العادات الذرية هي أفعال صغيرة بتكررها كل يوم، اللي هي بتكون صغيرة وأنت مش هتحس بيها في الأول، ولكن لما بتكررها بشكل مستمر بتتحول لقوة تغيير كبيرة في حياتك. أديك مثال على ده: الذرة. ويعني إيه تعريف الذرة أصلا؟ الوحدة الأساسية الصغيرة التي تشكل مادة أكبر، وبكده تقدر إن أنت بحاجات بسيطة جدا كل يوم تتحول مع الوقت لعادة جميلة. وإن أنت في الأول عشان تكتسب عادات كويسة من شهر رمضان وتعود عليك بالنفع باقي السنة أو باقي عمرك، فلازم تدرك عظمة وقدرة الشهر ده في تغيير حياتك، ولازم تخطط له كويس. وليه أصلا لازم إنك تكون مخطط لشهر رمضان؟ حتى لو لسه هتخطط له من دلوقتي أو في نصه حتى، المهم إن إحنا لسه فيه ونحاول نستفيد منه أحسن استفادة. لأن إحنا عايزين السنة دي يكون رمضان مختلف، ويبقى عندنا كلنا أهداف كبيرة قد كده، لكن بيعدي أول يوم، التاني، التالت، يجيب الرابع، يجيب الخامس، لحد ما بقينا في السابع، فكلنا بيجيلنا فتور وتشتت وتوهان وبنرجع نقطة الصفر تاني. ودي لأننا ما بنبقاش عارفين نعمل إيه، ما عندناش وقت، والمشتتات أكبر مننا، مسلسل هناك، برنامج هنا، عزومات وخروجات، وبنلاقي إن الشهر ده اتسرق مننا وما عملناش ربع الحاجات اللي قلنا عليها. ليه لازم تخطط لشهر رمضان؟ لأنه شهر مميز وبيجي مرة واحدة في السنة، تقفل فيه أبواب النار وتفتح أبواب الجنة. أنت مدرك يعني إيه؟ إن في كل يوم عتقاء من النار، وبتصفد فيه الشياطين ومرضة الجن، وفي ليلة القدر، والليلة دي بالذات خير من 1000 شهر. ما ينفعش يعدي عليك ده كله من غير خطة، خاصة لو عايز تخرج منه إنسان جديد، من حيث أخلاقك، روحك، روتينك، نيتك، حتى جسدك يتغير للأفضل. طيب، في بعض الناس هتيجي تقولك: وأنا ليه أخطط لرمضان؟ يعني أنا أولا مش حاسس برمضان زي زمان، وأنا صايم مش بحس بجوع، عادي، وبستنى الفطار بدون مشقة وتعب، وهو رمضان على قد قراءة القرآن كل يوم وخلاص لحد ما يجي العيد، وكمان مش حاسس بالعيد. ويبدأ يطرح على نفسه أسئلة مش عارف أصلا حلها. أمثلة على كده: هل ده معناه إن الروحانية اختفت، ولا انا اللي اتغيرت، ولا بسبب الضغط اللي انا فيه ومش قادر احس بده؟ تعالى دلوقتي نشوف جوهرة شهر رمضان، وبعد كده نرجع للناس دي. طيب، عشان تحس برمضان لازم تبقى عارف ومدرك ده كويس، ان رمضان مش ميعاد فطار وسحور، وانه مش اي شهر وخلاص، وانه هو عبارة عن سلام داخلي مع ربك، وفرحة بالعبادة مش بالاكل، وشعور انك قريب من ربنا بالاعمال ودعائك. ولكن لو مش حاسس بكل ده ففي اسباب وفي حلول. تعال دلوقتي نشوف الاسباب دي. ايه ممكن تكون مش حاسس برمضان؟ اول حاجه الروتين اليومي، التركيز على الشغل والمسؤوليات بيخليك تعامل رمضان كانه زي اي شهر تاني. يعني اهم حاجه النيه، اهم حاجه انك تعقد النيه وتتوكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني انت لو صمت رمضان بإخلاص ربنا بيعدل صفحتك من الأول خالص، وده مش شهر عادي. تاني حاجة معانا من الأسباب برضك المقارنة بالماضي. يعني انت بتفتكر ذكريات رمضان زمان بالفانوس والجيران والتلفزيون والمسلسلات والحاجات اللي انت كنت بتعملها ديت، بتكون مثالية، فبتنسى ان دلوقتي، ان رمضان دلوقتي أجمل. وحرفيا هو رمضان مش مسلسلات وكنافة، ولا العالم اللي انت عايش فيه ده، ولا الحاجات اللي انت فاكرها دي، لان الحاجات اللي انت الذكريات اللي انت بتسترجعها زمان ده مش رمضان. يعني الحاجات اللي انت كنت بتعملها ده مش رمضان، ولا يدل ان ده رمضان، ولا هو اسم وخلاص. ده شهر المغفرة والعتق من النار، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله عتقاء في كل يوم وليلة. يعني انت مدرك ان في ناس اصلا كتير بتتكتب اسمها في رمضان كعتقاء من النار؟ انت متخيل ده ولا مش متخيل ده؟ ومتخيل عظمة الشهر، ولا مش متخيل، ولا مش مدرك اصلا ان انت في رمضان؟ تاني حاجة، تالت حاجة معانا اللي هي الضغط النفسي.
الضغط النفسي، الهموم المادية أو الاجتماعية بتخلي العبادة تبقى مجرد واجب مش فرحة. يعني أنت اللي هو إيه، أنا رايح أصلي عشان إيه، أخلص من الهم اللي ورايا، ومش اللي هو مثلا فرحان إن أنت في رمضان هتروح تصلي، وهتروح تتدبر، هتروح تصلي التراويح والحاجات الجميلة دي. طيب تعالى نشوف معانا 5 خطوات عملية عشان ترجع إحساس رمضان تاني. مقسمها لك ستيب باي ستيب، وحاول إن أنت إيه، تمسك ورقة وقلم وتكتبهم عشان الحاجات دي مهمة، والحاجات دي تجربة شخصية، فحاول تركز كويس. خليك حاضر مع اللحظة، يعني أول ما تسمع أذان المغرب وقف كل حاجة حتى لو 3 دقايق. اشكر ربك على النعمة وادعي لنفسك ولغيرك. الوعي باللحظة هو سر الإحساس أصلا، والإحساس ده نعمة من ربنا علينا. ربنا قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني الصيام ده مش زي أي عبادة تانية، كل العبادات ليها أجر بيتضاعف، لكن الصيام أجره محدش بيعرفه غير ربنا، لأن دي عبادة بينك وبين ربنا. حاول تخلي معاك لستة بالأدعية تكون أنت اللي كاتبها، والدعوات دي تكون أنت عايز ربنا يستجيب ليك، وكررها كل ما تدعي. ربنا بيحب الإنسان اللحوح، فخليك ملح في الدعاء. للصائم دعوة لا ترد، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة الصائم مستجاب. رمضانك انت مش زي رمضان حد تاني، يعني نسيت ان انت عايش في جو رمضان تقليدي مش بيلبي الطموحات اللي انت متخيلها او اللي انت راسمها في خيالك. جرب تغيرها بحاجات جديدة، يعني ساعد جارك، تعلم قرآن من تطبيق حديث مثلا، حضر وجبة لشخص محتاج مثلا. العبادة مش مجرد نظام ثابت، دي طريقة تعيش بيها روح رمضان بطريقتك الخاصة. كمان في برامج ممتازة هتساعدك تعلم القرآن بشكل جميل وسلس، ومن أهم البرامج دي هنقسمها لكذا جزء: تعلم القراءة الصحيحة والحفظ والتسميع. أول حاجة برامج تعلم القراءة الصحيحة، برنامج اقرأ، وده بيعلمك تجويد القرآن في فيديوهات، وبرضك في اختبارات تفاعلية بتقيس مستواك. تاني حاجة برنامج تلقين، وده بيصحح تلاوتك أوتوماتيك بالذكاء الاصطناعي، وبيقسم لك الآيات لمقاطع لفيديوهات صغيرة عشان تكررها. خاصية التسجيل ومقارنة صوتك بالقراء، يعني في خاصية بتخليك تسجل وتقارن صوتك بصوت القراء. وده تاني حاجة تطبيقات الحفظ والتسميع. أول حاجة برنامج حافظ، وده بيقسم لك القرآن لأجزاء صغيرة مع تذكرات يومية. وفي خاصية التسميع مع تسجيل الآيات المحفوظة، وبرضك في إحصائية بتوضح عدد المرات اللي أنت رجعت فيها كل صفحة، فده هيكون مرجع ليك لو انت عايز تشوف التقدم بتاعك وصل لفين. تاني حاجة تطبيق آيات، وده بيدعم 30 ترجمة و50 تفسير. وعشان تركز في الحفظ هتلاقي فيه ريبيت مود، وده وضع التكرار. وبيكون متاح فيه برضه وضع الأهداف اليومية، زي مثلا حفظ 5 آيات، حفظ على حسب الورد اللي انت عايز تعمله. حط الهدف مثلا وهو هيذكرك بيه. تعالى بقى نرجع للحاجات اللي هي هتساعدك ان انت تستحضر جو رمضان والروحانيات الجميلة. رقم 3، ولا مش عارف رقم كام، شيل الضغط من على نفسك. ما تحاولش تخلص القرآن في اسبوع، يعني ولا تجري ان انت تخلصه مثلا 10 مرات في رمضان او 20 مرة. النية اهم من الكمية. النية اهم من الكمية. ابدأ بصفحة قرآن يومية، وحاول تصلي التراويح كلها، هتفرق معك. ولو مش قادر تصلي التراويح كلها، حاول تبدأ ركعتين اليوم. يعني مثلا النهاردة هبدأ ركعتين، بكرة هخليهم 4، بعد بكرة أخليهم 6، اليوم اللي بعده أخليها 8، لحد ما تبقى قادر تصليها كلها. حاول برضو، أحيانا فقدان الإحساس ده بيجي من عدم الفهم. يعني مثلا اقرأ عن فضل رمضان في السنة النبوية، أو شوف فيديوهات عن أسرار الصوم الروحية. المعرفة بتولد الشغف. وبرضك حاول، يعني أهم حاجة تسمع قصص الأنبياء والصحابة في وقت الصيام. لا أكيد عندك وقت فاضي في وقت الصيام. لو بيكون عندك وقت فاضي، ده هيديك نظرة كبيرة جدا عن زمان ودلوقتي، وهتحس بإحساس جميل. والقصص بتاعت الأنبياء والصحابة جميلة جدا، فمش تبقى عايز تخرج منها. حاول تسمع الفيديو ده، وتمسك ورقة وقلم زي ما قلت لك في الأول، وتطلع بالحاجات دي. لو أنت عايز رمضان ده يكون مختلف ومميز بالنسبة لك. ويا ريت تشاركني في الكومنتات اللي استفدته لحد دلوقتي. وعايز أقول لك إن الحاجات دي أغلبها كانت تجربة شخصية، مش كلام وخلاص. فحاول تستفيد وتكتب الحاجات الجميلة دي اللي في الفيديو، عشان هتفيدك جدا لو كتبتها وطبقتها بجد. طيب تعالى دلوقتي لنقطة ازاي تبدأ تخطط. دي هنقسمها ل4 حاجات: عبادات، عادات، تخطيط يومي، تقسيم وجبات عشان التخمة اللي بتيجي بعد الأكل ومنقدرش نتحرك. رقم 1، العبادات. أول حاجة معانا في العبادات هو ختم القرآن بتدبر، مش سباق ختمات. يعني مش اللي هو ما يكونش هدفك إن أنا أخلص مثلا 100 ختمة في 100 ختمة في رمضان. مين هيعمل كده أصلا؟ يعني مثلا آخرك بالكتير 10 يا عم. أهم حاجة، ودي أهم نقطة، إن أنت أصلا تقرأ بتدبر. يعني انا عايزك تركز فيها. انا عايزك كل يوم وبعد كل صلاة او في يومك لازم يكون عندك ورد ثابت.
من القرآن. حاول فيه بقدر المستطاع إنك تقرأ بتدبر وتفهم الآيات، مش عمال تسابق العالم إنك تختم خلاص. ممكن تختمه مرة واحدة وأنت متدبر فيه وفاهم الآيات، أحسن ما تختمه 10 مرات وأنت مش فاهم. وتاني حاجة، ركز في الصلاة. حاول لما تيجي تصلي تسيب كل حاجة بتشغلك، لأن في الصلاة أنت واقف قدام ربنا. ركز كويس وما تلهيش نفسك بحاجة عشان تتدبر وتلاقي خشوع حقيقي. حافظ على الأذكار الصباح والمساء، وحاول تصلي التراويح والقيام، وأكثر من الاستغفار. وحاول يكون عندك ورد استغفار يومي بعد كل صلاة، أو بعد، يعني حاول أنت بعد كل صلاة، أو تحطه مثلا كجزء من يومك بعد القرآن أو قبله عادي، مش يعني براحتك أنت بقى، قسمه زي ما أنت عايز. بعد كده الدعاء، اكتب دعواتك اللي هتدعي بيها كل يوم وحاول تثبتها، وافتكر دايما إن ربنا موجود وهيسمعك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وده بيأكد إن مهما كنت بعيد في همومك أو مشاغلك، ربنا دايما قريب ومستعد يسمع، مستعد يسمع دعائك ويستجيب لك. وتأكد إن أنت طالما بتدعي ربنا هيستجيب لك. يقين عندك إن أنت طول ما أنت بتدعي بالحاجة اللي انت عايزها دي، ربنا هيستجيب لك. وطول ما انت واثق ان ربنا هيستجيب لك، ربنا هيستجيب لك. رقم 2 معانا وهي العادات. اكتب عادة واحدة سلبية هتتخلص منها، يعني مثلا زي النميمة او الاسراف في الاكل، او يعني اي عادة سلبية. انا بديك مثال، اي عادة سلبية انت بتعملها حاول تكتبها ان انت ايه هتتخلص منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ودي من الحاجات اللي ممكن تخليك مش حاسس برمضان. وحاول برضك ان انت زي ما انت هتتخلص من واحدة سلبية، حاول تكتسب واحدة ايجابية، يعني مثلا زي الصبر او مساعدة الاخرين، يعني اي حاجة انت عايز تكتسبها. رقم 3 معانا، خلي بالك ان انا بديك امثلة، يعني حاول ان انت بقى ايه بالورقة والقلم من الحاجات اللي انت كتبتها دي تبدأ بقى ايه تقسمها، تفسرها، تظبطها، تروق الدنيا كده، وايه تحاول تلحق الدنيا قبل ما. رقم 3 معانا وهي التخطيط اليومي. النية قبل أي حاجة. اكتب مهامك اليومية زي العبادات والمسؤوليات والأهداف قبل ما تنام. مثلا الأهداف زي المثال، هدفي مثلا أكون من عتقاء النار، وهتجنب المسلسلات والمشتتات، وهكتر من الدعاء والاستغفار. يعني ده مثال، حاول انت بقى تزود عليهم تظبطهم يعني. وده هيساعدك تركز وتتجنب التوهان، وهتعرف اللي المفروض تعمله من غير ما تضيع وقت في بداية اليوم. رقم 4 معانا وهي تقسيم الوجبات. والأهم إنك تنظم وجبات الفطار، ممكن تقسمها لمرتين مثلا عشان تتجنب إنك يجيلك تخمة من الأكل الكتير بعد الفطار. ممكن تقسمها على مرتين، مرة بعد الفطار بس ما تشبعش، وبعد التراويح لما تيجي من الصلاة. ده هيساعدك جدا ان انت تظبط الدنيا. ولو برضو جالك ولو كترت من الاكل وجالك تخمة، روح صلي التراويح. التراويح ديت هتخليك هتشغل عملية الهضم، يعني هتخلص التراويح هتحس ان انت مفيش حاجة، تبقى انت زي الفل اصلا. تعالى بقى لأهم نقطة من ده كله، واللي هو ازاي تثبت العادات ديت بعد رمضان. عشان ما تخسرش العادات ديت بعد رمضان، استخدم القاعدة دي، قاعدة الدقيقتين. يعني مثلا ابدا النهارده ابدا العاده لمده دقيقتين، يعني مثلا دقيقتين اقرا فيهم قران، على حسب بقى دقيقتين 3 يعني براحتك. انا بديك مثال بس الاول، اللي هو انت مثلا تقرا سطرين، تقرا صفحتين، وتقرا مثلا سورتين. يعني خلي ورد ثابت كل يوم، حاول تربط العاده بحاجه موجوده. يعني ايه؟ يعني مثلا بعد الاذان هقرا الاذكار، مثلا بعد اذان الظهر هقرا اذكار الصباح، مثلا بعد اذان المغرب أقرأ أذكار المساء. الخلاصة من كلامي ده كله، رمضان فرصة ذهبية تتغير فيها للأفضل. ما تضيعش وقتك في المسلسلات والمشتتات، وابدأ من دلوقتي واكتب خطتك واستعن بالله. ده موسم الخير اللي ربنا بيقول فيه: يا باغي الخير أقبل. والحاجات اللي ذكرتها معاك في الفيديو ده كان عن تجربة شخصية، فأنا عملت الفيديو ده تذكرة لنفسي من النسيان، أو لما يحصل دروب أرجع للفيديو وأشوف الحاجات اللي أنا بعملها وبطبقها كل رمضان. الحمد لله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات والقدرة على الصيام والطاعات. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.